اهلا وسهلا بكم وكل سنه وانتم طيبين. هكلمكم عن مسلسلات رمضان 2024. كل سنه وانت طيب. الا بالحق، هو انت ما سالتش نفسك هو رمضان امتى؟ انا فقدت الذاكره. اول مسلسل معانا واللي الكل مستنيه مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز وفتحي عبد الوهاب. بيشاركهم في البطولة اسلام جمال وميرنا نور الدين. المسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال واخراج بيتر ميمي. انا حسن بن الصباح وانا صاحب مفتاح الجنة. تاني مسلسل معانا الجزء الثاني من مسلسل جعفر العمدة بطولة النجم محمد رمضان. اللي شاف الجزء الاول من المسلسل اكيد مستني الجزء الثاني. مش رمضان، يعني محمد رمضان. النجم يوسف الشريف واللي غاب عننا سنتين راجع لنا بمسلسل اسمه راكون. المسلسل من تأليف انجي علاء ومن اخراج محمد العدل. ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. رابع مسلسل معانا هيكسر الدنيا مسلسل ألف ليلة وليلة. المسلسل بطولة ياسر جلال واللي بيقوم فيه بدور شهريار، وبيشاركوا في البطولة الفنانة ياسمين رئيس والفنانة شيري عادل. المسلسل من تأليف أنور عبد المغيث ومن إخراج إسلام خيري. انا اسف يا جماعة، انا مش هقدر اعمل اللي انتوا عايزينه. خامس مسلسل معانا مسلسل الجبل، وده بطولة الفنان أحمد السقا والفنان يوسف الشريف. المسلسل كان مقرر عرضه في 2023 ولكن عرض مسلسل حرب بدلا منه. اقطع بس وزيع الفيديو ده حالا. مسلسل الجبل اخراج محمد سلام. احنا هنتبسط في رمضان ده. وانا فرحان وابوي فرحان وامي فرحانه. من المسلسلات اللي ليها جزء تاني مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال. هو صراحة مش جزء تاني، ده جزء رابع. بيشاركوا في البطولة في الجزء ده الفنان ماجد المصري. دايما دموع دموع دموع. المسلسلات اللي مدتها 15 حلقة زي مسلسل كامل العدد الجزء الثاني بطولة الفنانة دينا الشربيني. عمرو مبسوط اكتر مننا. من المسلسلات اللي نجحت في رمضان اللي فات مسلسل الصفارة بطولة احمد امين، علشان كده قرر ان هو يعمل الجزء الثاني تحت اسم ايه اللي حصل في جمصة. برضه جمصة. انا نفسي اعرف ايه اللي حصل في جمصة. مسلسل بطن الحوت واللي مؤجل برضه من 2023 هيعرض في 2024 بطولة النجم محمد فراج. بيشاركوا في البطولة النجم باسم سمرة والنجمة اسماء ابو اليزيد، بالاضافة للفنانة سماح انور وعبد العزيز محيون والفنان تامر حبيب. ضيوف المسلسل الفنانة بسمة والفنانة غادة عادل وعلي دندعانة ودوبي على وليلة جامدة قوي. والمسلسل من تأليف واخراج احمد فوزي صالح. مسلسل نعمة الافوكاتو واللي بيتكون من 15 حلقة بطولة الفنانة مي عمر والفنان احمد زاهر. يشاركهم في البطولة الفنانة سلوى عثمان والفنان كمال ابو ريا. المسلسل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق، طبعا من اخراج محمد سامي. وختامه مسك مسلسل قصة مدينة. المسلسل ده بطولة احمد امين. بيشاركوا في البطولة الفنان محمد ممدوح وراكين سعد واحمد داش. المسلسل من تأليف خالد دياب وشيرين دياب. انا بستنى غالبا المسلسلات ديت علشان اتفرج عليها بعمق. اسرتي واخواتي اللي انا كنت بقصر في حقهم علشان خاطر عندي شغل، دعواتكم ما راحتش هدر، فشكرا. هسألك سؤال عميق بقى، هو رمضان امتى؟ تتعبش نفسك، رمضان 9 مارس. لازم تجهز نفسك لاستقبال رمضان، مش بس مسلسلات يعني. انا لو صحيت اجوع ولو جوعت افطر ولو فطرت اشرب سجاير، حرام عليك هتبوظ عليا اليوم. ما تنساش وانت بتتبسط في رمضان تحاول تبسط اللي حواليك. السعادة قرار والضحك عدوى والانبساط عدوى. يا رب ايامكم كلها تبقى خير وكل سنة وانتم طيبين. لو جات لي حاجة جديدة هبصها لكم على طول. اشوفكم على خير. رمضان كان